السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى ان انتوا تكونوا بخير وانتوا بتشوفوا فيديو النهاردة هنعمل مع بعض النوتيلا بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وكمان مقاديرها تكاد تكون بسيطة جدا، يعني بتهيألي تكون متوفرة في كل بيت، وهنعرف كمان كل البدايل. احنا النهاردة هنعملها بالبندق، ولكن هقول لكم بديل البندق ممكن تعملوه بايه. هنبدأ دلوقتي وهنشوف الطريقة مع بعض، بس يا ريت قبل ما نبدأ لو اول مرة تشوفوني انا اسمي ليندا ودي قناتي، يا ريت تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، ونبدأ في الطريقة. اول حاجه هحتاج لها طبعا البندق. انا عندي البندق هنا قشره لازق فيه وما بيتقشرش خالص، يعني حاولت بجميع الطرق ما بيتقشرش. ففي طريقه ظريفه قوي، بجيب طاسه سخنه على النار واحط عليها البندق وابتدي اقلبه كده. اهم حاجه تستمروا في التقليب علشان ما يتحرقش منكم. بفضل اقلب فيه كده لغايه اما احس ان القشره خلاص فصلت منه. دلوقتي كده اطلعه بره النار. شايفين بيتقشر معايا بكل سهوله جدا وبيتشال. شايفين؟ يعني ممكن تعملوا كمان بايديكم، بس انا بقى بدل ما نقعد نعمل بايدينا ونتعب ايدينا بحطه في علبه تكون محكمه الغلق. اي علبه عندكم تقوموا حاطينها فيها وتغطوه وتبتدوا بقى تقلبوا فيه وترجوا فيه. يعني عاوزه حد يكون عنده عضلات شويه، فهتفضلوا ترجوا كده حبه حلوين لغايه اما يتقشر تماما بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا قشرت كل الكميه، انا قشرت تقريبا حوالي كوبايه، ولكن انا مش هستعملها كلها، انا هاخد بس 100 جرام بالشكل ده. ببدأ بقى اعزل البندق عن القشر. طبعا لو في كام واحدة كده فيهم قشر بسيط مفيش مشكلة، ولكن يفضل انه يكون متقشر. انا هنا استعملت حوالي 100 جرام اللي هو بما يعادل مثلا كوباية الا ربع من البندق. بندق متقشر يفضل ما يكونش فيه قشر. وبعدين بقى انا استعملت الكبة. طبعا انتوا ممكن تستعملوا الفود بروسيسور او الخلاط زي ما تحبوا، حاجة تكون قوية عندكم جدا. بفرمها طبعا، مش الفرم ده خالص، يعني شايفين ده البودر اللي احنا ممكن نزين بيه الحلويات او اي حاجة. لا، انا بكمل فرم فيها وكل فترة لازم اقلبها. دي تقريبا اصعب خطوة في النوتيلا، اصعب مرحلة اللي هي تحويل البندق لزبدة. فانا بفضل اضرب فيها، يعني تقريبا خدت مني حوالي نص ساعه. وزي ما قلت لكم لازم تستعملوا حاجه يكون موتورها قوي علشان تستحمل وما يتحرقش منكم. كل فتره انا حبيت اوريكم المراحل بتاعتها كلها. الاول بدات تطلع زيت بسيط، وبعدين وصلت معايا للزبده اللي انتوا شايفينها دي. ده زبده البندق. طبعا المطاحن بتاعه شركه نوتيلا نفسها بتخلي زبده البندق انعم من كده بكتير، بس ده اللي احنا نقدر نعمله. وطبعا المطاحن بتطحن السكر، فانا هستعمل نص كوبايه من السكر البودر، وكمان ربع كوبايه من اللبن البودر، وربع كوبايه من الكاكاو الخام، لان احنا طبعا حاطين سكر فمش عاوزين السكر يبقى زياده عن اللزوم. والمقادير كلها هتلاقوني كاتباها لكم تحت في صندوق الوصف. تمام. وبعدين هبدا اخلطهم مع بعض. مجرد ما خلطتهم هتحسوا ان القوام بقى عامل زي الرمله المبلوله. لسه برضو ما جابليش قوام النوتيلا. علشان يديني قوام النوتيلا شركه نوتيلا نفسها بتحط زيت نخيل. انا هحط زيت طعام، زيت نباتي. بحط الاول معلقتين في معلقتين لحد ما اشوف القوام هيحتاج تاني ولا لا. انا تقريبا احتاجت حوالي 5 معالق كبار. بقعد احط الزيت تدريجي. لو انتم عندكم الكبه بتاعتكم فيها فتحه ان هو يعني فيها الامكانيه ان انتوا تحطوا الزيت وهي بتتضرب، طبعا هتكون افضل كتير من اللي انا بعمله ده. فبدات اضيف الزيت تدريجي. طبعا وانتوا بتنقوا الزيت نقوا نوعيه كويسه ما يكونش ليها طعم عشان ما تغطيش على طعم النوتيلا ويبقى طعمها مظبوط. وبرده كل فتره كده بقلبها. شايفين هي قوامها بقى عامل زي العجينه، ولكن برده بفضل اضيف الزيت لحد ما توصل معايا لقوام النوتيلا. طيب احنا ما عندناش بندق، عاوزين نعملها بحاجه تكون ارخص من البندق. ممكن تعملوها بفول السوداني. برضو تعملوا نفس الخطوات اللي احنا عملناها. هتحولوا فول السوداني لزبده فول سوداني وهتضيفوا ليها المكونات دي. وعاوزين تدولها طعم البندق هتضيفوا لها اسانس البندق او اللي هو ريحه البندق بتتباع عند العطار. بس كده. دي شكل النوتيلا. شايفين قوامها عامل ازاي؟ نفس القوام بتاعت بره بالظبط. عملت معايا الكميه دي 215 جرام بالظبط، يعني حوالي علبه صغيره. انا ما حبيتش ان انا اعمل كميه كبيره. لو انتوا حابين كميه كبيره هتضاعفوا المقادير. ودي بتكون شكل النوتيلا. طبعا هي ما بتبقاش ناعمه بيرفكت زي بتاعه بره، علشان احنا بنستعمل الكبه بتاعه البيت، ولكن برضو طعمها هو يعني نوعا ما مقارب لبره. مش مقارب، هو فعلا بتاع بره، لان دي المكونات اللي بتبقى مكتوبه على علبه النوتيلا من بره. بس هما بيستعملوا زيت النخيل، احنا استعملنا زيت نباتي لان زيت النخيل طبعا بيكون مضر جدا. وبس كده نكون عملنا النوتيلا مع بعض. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو والطريقه تكون عجبتكم. يا ريت لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك، ولو مش مشتركين في القناه تشتركوا، واشوفكم على خير تاني قريب في فيديو جديد.